التغيير بيجدد الروح، وانا النهاردة قررت اغير البيت كله. شايفين المنظر؟ شايفين المنظر؟ احفظوا المنظر ده عشان في اخر الفيديو هتشوفوا منظر تاني خالص. البيت كان محتاج نفضة، وانا النهاردة جهزت لكم احلى روتين يديكم طاقة ايجابية. في الفيديو ده الكسل ممنوع، والنهاردة هنشقلب البيت ونغير كل حاجة من الألف للياء. صباح الفل والورد والياسمين، صباح الحب، صباح الطاقة الإيجابية، صباح كل حاجة حلوة على عيونكم. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 يا أحلى عيلة وأطيب متابعين. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة بقى راجعه لكم بفيديو جديد وروتين جديد مليان طاقة ونشاط وحماس. من زمان ما عملناش التغيير الشامل ده، كل يوم أجل فيه، كل يوم أجل فيه. هنعمل النهاردة التغيير الشامل ده مع بعض، وقررت النهاردة اني اقلب البيت كله ونديله كده روح جديدة. مش هنسيب حتة الا لما نعملها وننفضها ونظبطها. النهاردة يوم التجديد الكبير، وهنغير فرش الشقة وهنغير فرش الانتريه بالكامل، وهنخلي البيت كده يلمع. فما تروحيش بقى في اي حتة. وعايزة اقول لكم ان التغيير ده بيدي كده احساس بالراحة والتغيير اللي يفتح النفس. عارفة ان الجو ده بيحتاج مجهود، بس التشجيع بيفرق كتير، وانا متأكدة انكم هتشجعوني زي كل مرة. يلا حضروا كده كوباية الشاي او القهوة بتاعتكم، ويلا بينا نبدأ الروتين بتاعنا سوا خطوة بخطوة. وقبل ما نبدأ تنسوش اللايك الحلو المتين اللي بيدعمني، والاشتراك في القناة لو انتي اول مرة تشوفوني. ويلا بينا ندخل على تفاصيل يومنا، وهشارككم اليوم لحظة بلحظة. في بداية الفيديو كده زي ما انتوا شايفين فتحت البلكونة، شفت الجو. عايزة اقول لكم ان احنا عندنا في اسكندرية الشتاء رجع تاني، مش عارفة ازاي. عايزة اقول لكم ان انا كنت ناوية البس شتوي تاني بعد ما صيفت. هو انا صيفت في البيت، لكن بره بصراحة لأ، لان انا من النوع اللي ما بيستحملش السقعة. ما بستحملش السقعة خالص. فشتيت بره. صيفت في البيت، لكن بره يعني بلبس صيفي، بس بلبس فوقهم جاكيت، فاهميني؟ فعايزة اقول لكم ان انا حتى في البيت سقعانة. فكنت راجعة البس شتوي تاني. جيت بعد كده قلت ايه، لا، ما انت هتعملي دلوقتي مجهود وهتشتغلي في الشقة فهتحرري، فخليكي بالنص كم عشان ايه ما تحرريش وتبقي عايزة تقلعي هدومك تاني وتغيري تاني من الشتوي للصيفي، وكمان عشان ما تعبش. فيلا بينا بقى. بصوا بقى، اول حاجة ابتديت بيها دخلت البلكونة، لقيت الجو عايزة اقول لكم هوا وشتاء، ويعني بصوا لقيت الستارة داخلة لجوه من كتر الهوا، وانا ستارت تقيلة اللي هي الجلد التقيل. ففوجئت لقيتها داخلة جوه البلكونة من كتر الهوا. بس الجو نوعا ما كان كويس، لان الصبح لما نزلت ابني المدرسة كانت بتشتي. يعني انا مستغربة، احنا المفروض ان احنا في فصل الربيع تقريبا. عم ربيع نايم ومش واخد باله من اي حاجة تقريبا، يعني مش حاسس باي حاجة، نايم كده واخد له تعسيلة. مش عارفة، الربيع عندنا الشتا رجع تاني، او الموسم بتاع الربيع عدى. ما جاش الموسم بتاعه السنة دي. مش عارفة، في حاجة غلط، في حاجة غلط زي ما بقول لكم، صدقوني. فمش عارفة، المفروض ان احنا في فصل الربيع وفي الخمسين، فالمفروض الخمسين بتبقى تراب سخن، وبتبقى تراب شوية، والجو كده بيبقى انتوا عارفين زهق كده لا، ما فيش الكلام ده. هو الجو زهق وملل، بس الشتاء لا، الربيع لا، والشتاء موجود.
احنا لسه في شهر 1 تقريبا، شهر 1 اللي رجع تاني، شهر طوبة رجع، او يمكن هو ما خدش حقه فحب يعوض. مش عارفه مش عارفه. قولوا لي انتوا بقى، انا مش عارفه بجد. قولوا لي، طمنوني عندكم كده، ايه اخبار الجو؟ زي عندنا كده متقلب الحال ولا ايه وضعه بالظبط؟ طمنوني عليكم، طمنوني عليكم وقولوا لي. طبعا حابه اشكر في الفيديو كل التعليقات الجميله اللي بتجيلي منكم، وحقكم عليا ان انا ما بردش على التعليقات ساعات، بس برد في الفيديو. فبشكركم بجد بجد على تعليقاتكم الجميلة. وعايزة اقول لكم ان انا في كده كام تعليق شدني حرفيا، فعايزة اقوله لكم كده في الفيديو سريعا. يعني خدت كده كام دعوة حلوة قوي، يعني انا بجد بشكركم جدا 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 على دعواتكم الجميلة وكلامكم الجميل اللي بتدهولي. يعني بصوا، في مين ماركو ريمو كاتبالي: صباح النور والسرور، ربنا يفرح قلبك يا هنود، يا قمر، انتي طاقة ايجابية ونشاط، ربنا يقويكي ويديكي ويعطيكي الصحة، نشطتيني وحفزتيني في الجو البرد ده وفرحتيني، بشوفك على الصبح، صباحك خير وبركة. حبيبة قلبي تسلميلي، ربنا يسعد قلبك ويكبر بخاطرك يا غالية، زي كده ما بتكبري خاطري، وصباحك زي العسل، كلك ذوق وكلامك فرحني جدا، ربنا يخليكي ليا يا حبيبة قلبي. طبعا ما ننساش طنط بلبل الجميلة اللي ما بتسيبليش فيديو ما تشوفوش، وما بتسيبليش فيديو ما تعلقش عليه، كاتبالي: تعيشي يا قلبي وتنضفي، ربنا يخلي الولاد، ووصفة الفراخ جميلة قوي وهبقى اجربها يا حبيبة قلبي طنط نبيلة. حبيبة قلبي يا طنط بلبل، وحشاني كتير، وبشكرك وبحبك جدا على تعليقاتك الجميلة وكلامك الجميل اللي بتكتبهولي في التعليقات. مين تاني اقول لكم كمان؟ حبيبة قلبي مامة البنات كاتبالي: حقيقي بحبك قوي يا هند، ربنا يسعدك وتفرحي بولادك، بفرح لما اشوفك واشوف فيديو ليكي. حبيبة قلبي ربنا يخليكي ليا، انا اللي بفرح بكم جدا وبتعليقاتكم الجميلة. والله يا جماعة ما بعرف اقول كلام ولا بعرف اجامل، انا كل كلامي بيبقى طالع من قلبي، فتعيشولي جدا جدا جدا، وربنا يخليكم ليا ويخلي لي تعليقاتكم وكلامكم الجميل اللي بتكتبوه في التعليقات. بجد 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 بحب قوي 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 تعليقاتكم الجميلة، بستناها. مامة البنات كمان كانت كاتبالي، انا كنت متكلمة على موضوع النسيان في الفيديو اللي فات، قلت بقى ايه، قولولي اللي الموضوع ده بيحصل معاه قولولي. مامة البنات كاتبالي: انا موضوع النسيان ده بيتكرر معايا، بس انا عايزه اقولك عملت كوبايه شاي واقفه بشربها وانا بغسل المواعين، قمت لسه ما شربتهاش وكانت سخنه، مسكت الكوبايه غسلتها وشلتها في في الرشاقه، وكبيت الشاي في الحوض وغسلت. بتحصل صدقيني بتحصل. انا بقى حصلت معايا بس سبتها تبرد تماما، كنت عامله كوبايه الشاي وسايباها، وقلت بعد ما اصب المواعين هاخدها بره واقعد قدام الفيلم كده واشربها، سبتها ونسيتها، وبعد ما صبنت وخلصت ايه ده في كوبايه ناقصه، رحت كباها وكانت بارده بقى، بردت خلاص. يعني نفس موقفك، ورحت كباها ومصبناها وشايلاها، ونسيت على كده خلاص، انا ناسيه اساسا ان في كوبايه شاي لسه اتعملت اساسا والمفروض اني هشربها. فعايزه اقول لك كلنا بنمر بالمواقف اللي زي دي. حبيبه قلبي ربنا يعينك ويقويك يا رب، وكل ده بيحصل لنا من كتر التعب والمسؤوليه، ربنا يريح بالك يا قلبي ويريح بال اي حد. صح حبايبي، ربنا يخليكم ليا وتسلموا لي على تعليقاتكم الجميله، وبشكر كل الناس الجديده اللي انضمت للقناه، نورتوني وشرفتوني، ويا رب كده اكون عند حسن ظنكم، واكون فعلا كده بديكم طاقه وتحفيز تقوموا تشتغلوا وتشوفوا اللي وراكوا بقى، ونبطل كسل. يعني احنا ولا نافع معانا جو حر ولا نافع معانا جو ساقعه، احنا شغالين في اي وقت. ربنا يقوينا ويدينا القوه ويديكوا القوه
ونشتغل طول الوقت وما يحوجناش لحد ابدا، ولا نقع ابدا. ربنا يقويكم ويديكم الصحة يا رب يا رب يا رب، واشوفكم كده احسن الناس. عملتي ايه يا هند كده؟ تعالى اقول لكم كده سريعا. انا شلت الحافظة وعايزة اقول لكم ان انا شايلاها نظيفة. ليه يا هند؟ عشان انا كنت فرشة المشمع. على فكرة يا جماعة، فكرة المشمع دي حلوة جدا. في مشمع مخصوص بيتباع بيتلبس كده للسجادة، بس انا ما جبتهوش. انا المشمع ده فكرته ان انا حطيته منها احافظ على السجادة الحافظة، ومنها كان موجود عندي. يعني ده المشمع بتاع المرتبة. اللي متابعني عارف ان انا كنت مجددة المرتبة، فكانت ملفوفة في مشمع، فمرضتش اقطعه وقلت ايه استغله في اي حاجة. فطبعا ده احسن استغلال لي، ان انا احطه على الحافظة منها احافظ عليها. وعايزه اقول لكم هي فعلا اتحافظ عليها فتره كبيره، وانا شايلاها نظيفه. مفيش غير الحته اللي هي من قدام كده البلكونه، لان دي ما كانش عليها. ومن اخر برضو الحافظه ما كانش عليها. الجزء اللي ما كانش عليه الحافظه هو بس اللي كان مش نضيف عندي. تعالى اسمعكم كنت بقول ايه. وهي دي حكايتنا. حب اسمي كان احلامي وكان املي، كان اجمل بين فعلي، كان هو السما ليالي والغم بيبان شعري، كنت بفرح وقت الفرح، كان احساسي باين كان امل عمري جميل، كان متعب كان مستحيل انه يطلع باين وهانت في عشرتنا. حزن وجرح كبير، غلطة دفعت ثمنها كتير، واللي ذنبي وخطأ وعيب إني كنت وفيت حبيبي، حلفت إن عمري ما أخون، عشقت ولبيت بجنون، أني حدوس على النار وحكون، إن حيبات من الموت، أني النار عشت سنين مخدوع، اتسع بلا شنوع، صبري حزين ودمع العين، كان رب محببنا. كان مكان كل واحد راح في مكان، انا في المجد حسن خمسه يا رب حياته زاد. طبعا حبيب قلبي مصطفى كامل واغنيه حكايتنا اللي بصوا انا بعشقه. قولوا لي مين بيحب مصطفى كامل كده زيي؟ طول ما انا شغاله احب كده اشغله واشغل اغانيه طبعا القديمه الجميله بتاعتنا، اللي انتوا طبعا اكيد زيي يعني من الجيل بتاعي. اللي بصوا يعني انا ما اعرفش اعمل حاجه غير اما اشغل الاغاني الجميله بتاعته. وفي كمان حماده هلال برضه احب اشغل له اغانيه، وشيرين حبيبه قلبي. فعايزه اقول لكم بصوا انا يوم ما شغلتش حاجه ما اعرفش اشتغل في البيت، لازم اشغل حاجه اسمعها طول ما انا شغاله، عشان كمان ما احسش بالتعب ولا احس بالمجهود اللي اعمله، واحس فجاه ان الحاجه ايه خلصت على طول. فاهمين قصدي؟ فعايزه اقول لكم الموضوع بيفرق فعلا. هنا كده زي ما انتوا شايفين، انا هنا كمان شلت الجزامه وشلت ال المطبخ عندي بتاع كده، حطها قدام الباب جنب الجزامه، حاطه عليها برضو الكتاشي، فشلتها وسيقت برضو مكانها. انا عايزه اقول لكم ان انا شلتهم خالص وسيقت مكانهم، بس هنا ايه كنت خلاص طفيت الفيديو يعني، قلت اكمل انا. هنا بقى عايزه اقول لكم خلصت بقى كده وسيقت، وبصوا سبت بقى الارض تنشف. وهنا بقى كنت مشغله برضو حماده هلال حبيب قلبي اغنيه دايما دموع. دايما كده لازم اقف ليا لحظه كده اسمع فيها الاغنيه واقول لكم، وبعد كده ارجع اكمل. تعالوا ناخد جزء صغنون خالص. احسننا اكتر من وقت فرحنا، ماشيين في طريقنا وسكتنا، راضيين بنصيبنا واسمنا، بنحاول نضحك ونداري جوانا الحزن ومتداري، صابرين على مرة عايمين في الدنيا الغدارة، وقلوبنا حزينة ومحتارة، بنقابل ناس وبنوفيهم وبياخدوا حياتنا بنديهم، والاخر نرجع دايما دموع دموع دموع، دايما دموع دموع دموع. نبدأ من تاني حياتنا، نهرب من ناس جرحونا ونعشق
ناس بتموتنا، ماشيين في طريقنا وسكتنا، راضيين بنصيبنا واسمتنا، بنحاول نضحك ونداري جوانا الحزن ومتداري، صابرين على نارنا ودمعتنا، عايمين في الدنيا الغدار، وقلوبنا حزينة ومحتار، بنقابل ناس وبنوفلهم، وبياخدوا حياتنا بنديلهم، والاخر نرجع بخسارة، ما دايما دموع دموع دموع، دايما دموع دموع دموع. لما بنساجي انا يلا السلام. صدعتكم النهارده بالاغاني، بس بصوا انا مبعرفش اشتغل غير كده، انا قلت لكم واللي متابعني عارف. فرشت بقى الحفظتين، وطبعا دي الحفظه اللي غسلناها مع بعض. عايزه اقول لكم قشطه منوره ونورت الاوضه، والله نورت الاوضه خليتها زي الفل. وفرشت برضو الحفظه اختها بتاعه الطرقه. طبعا اللي متابعني عارف ان انا كنت جايبه دي في عيد، وكنت جايبه التانية برضو في عيد تاني خالص، لقيتها لونها ومناسبه وكان عليها عرض، فروحت جايباها ساعتها. اشتريتها وبقيت طقم كده احطه مع بعضه، وعايزه اقول لكم حلو قوي يعني. هنا كمان عايزه قولولي بقى ايه اكتر خطوه، شاركوني كده رايكم وقولولي ايه اكتر خطوه حبيتوها في التغيير اللي انا عملته ده، وبتحبوا تغيروا ايه في ديكور البيت وكل قد ايه. شاركوني كده بقى ايه وقولولي كده، اكتبولي في التعليقات بقى. ولو حد عايز اقول اسمه في الفيديو الجاي ان شاء الله، او اقول التعليق بتاعه، اكتبولي كده في التعليقات، قولي اسامينا يا هند، فانا هقول لكم. انتوا حبايبي، انتوا حبايبي. ايه رأيكم في التغيير دوت؟ بصوا بقى التغيير، شايفين الجمال؟ البيت بقى بيلمع ويفتح النفس. هستنى طبعا رأيكم في التعليقات، ماشي؟ بصوا بقى ده كمان البيضات التانية، طبعا كنت برضو شايلاها معاكم وغسلناها في مرة وسايباها نضيفة زي الفل. ولما غيرنا التغيير الشامل فرشناها. بصوا كل حاجة منورة البيت. عايزة اقول لكم ان الفواتح دايما بتوسع وبتنور البيت، بلاش غوامق، لان الغوامق بتضيق وبتقفل كده البيت، فخليكم في الفواتح. فواتح فواتح، حبوا الفواتح. خلصنا اوضه الانتريه وحطينا الترابيزه وحطينا بقى ايه التمثال الجميل. وهنا بقى ايه قلت بقى ايه ولعي يا بت بخور كده، وبخري بقى الشقه بقى، هي محتاجه تتبخر، لاني عايزه اقول لكم العين ما اقولكوش بقى، العين والحسد والحقد مش عارفه في ايه. كله يقول ما شاء الله يا جماعه، في ايه يا جماعه؟ والله الدنيا ما متظبطه عندي خالص. امال يا وانا زي البلوجرات التانية كنت عملت ايه؟ يعني انا بنزل لكم فيديوهات من حته الشقه المتواضعه بتاعتي الجميله ديت المتواضعه. الحمد لله، نشكر ربنا، فضل ونعمه من عند ربنا. ربنا يوسع عليا كده ويرزقني، انا نفسي وانقل في شقة تانية. في ايه يا جماعة؟ نهدى شوية والله بجد، يعني حاولوا نهدى شوية، لان الدنيا مش مظبطة خالص معايا في كل حاجة، في كل حاجة. طاقة سلبية سلبية سلبية. انا بطلع اديكوا طاقة ايجابية وانا طاقتي سلبية واقفة في داهية. الحمد لله، كل اللي يجيبه ربنا كويس وانا راضية بيه. بخرنا كده، وساعة البخور بنشغل مزامير عشان تحفظ البيت، تحفظ ولادنا وتحفظ ازواجنا، ربنا يحفظنا من اي سوء. الشكل النهائي بقى لشقتنا الجميلة بعد ما خلصتها، شايفين الجمال؟ شايفين روقان البال؟ شايفين البيت بقى بيلمع وبيفتح النفس كمان، وريحة حلوة وجميلة. انتوا عارفين طبعا ان انا لما بمسح البلاط بمسح بفريدة حبيبة قلبي. بصوا البخور والجمال، بخرتكم من كل عين. بخرتكم انتوا كمان. بحبكم قوي 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 قوي، ويا رب كده الفيديو يكون شجعكم وحفزكم واداكم كده طاقة، وكمان تكونوا خدتوا منه طاقة ايجابية. نبعد عن الطاقة السلبية خالص. انتوا حبايبي، انا احب اطلع اديكم طاقة ايجابية، ملكوش دعوة بالطاقة السلبية اللي عندي. فهستنى رأيكم في التعليقات، تقولوا لي ايه رأيكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد، وسلام.